السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ الف مبروك لوليدنا رياض محرز. هذا الفيديو ما راحش يكون برك على رياض محرز، راح يكون متنوع، راح يكون على مانشستر سيتي وليدنا ايت نوري اللي خرج مصاب، ان شاء الله تكون سلامات. راح يكون تانيك على رياض محرز. كنت نشوف المباراه تاع مازا على كل حال بريمي ميطون، ونتبع تانيك في الاهلي اللي فازوا باللقب. وعندنا تانيك مباراه العشيه ممكن نحكوا عليها بخفيف في اخر الفيديو على كل حال تاع المنتخب الوطني الجزائري. نبداو اولا بمانشستر سيتي. مانشستر سيتي والله غير مباراه حبيت نشوفها، حبيت نكملها، حبيت كذا على وليدنا ايت نوري، لان راه يلعب فيها وليدنا ايت نوري. بدات المباراه 4 ساعة ما على باليش، جا كيما نقولوا يدافع، دارت رجله، توجع، عاود دخل لعب واقع واحد الخمس دقائق تقريبا في الدقيقه ال 15. ما استمتعناش غير بدايه المباراه يا خوتي. تصاب وخرج مصاب. ان شاء الله برك تكون سلامات، ان شاء الله برك تكون يعني ماشي اصابه اللي كبيره، لان ما بقاش بزاف على المنتخب. 10 ايام 12 يوم عندنا تصفيات كاس العالم ونحتاجوه على كل حال. السيتي خوتي ما راهيش تعجب بكل صراحه، قلتها لكم ديك خطره. وليدنا ايت نوري، احنا ماذا بينا وليدنا ايت نوري يروح بعيد في دوري ابطال اوروبا وممكن يتوج بها، ولما لا. وثاني يتوج بالالقاب كما نقولوا الداخليه تاع الانجليز، الدوري والكاس وكذا. صح كي راني نشوف في مانشستر سيتي ما يقنعش بكل صراحه. يعني مانشستر سيتي اللي كنا نعرفوه في وقت رياض محرز كان مرعب يا خوتي، مرعب القاره، مرعب في انجلترا. يعني كان ما يا ودي انا يقول لك واحد اللاعب ما تضيعش البالون، والضغط هذاك ما ولا اللعب تاعهم شغل شويه عشوائي، من ذاك مليح من ذاك ماشي مليح، يضيعوا كرات ما يثيروش مليح. ما راهوش عاجبني مانشستر سيتي. ان شاء الله برك يعاود يولي، لان وليدنا راهو يلعب فيه اوترومو. لو كان مشي وليدنا ايت نوري راهو يلعب فيه، ما يهمنيش انا مانشستر سيتي على كل حال. ندخلوا في المباراه رياض محرز المنقذ. وكي نقول المنقذ كاين بزاف اللي ما تعجبهمش على كل حال، بصح اكيد منقذ في الدقيقه 89 داروا زوج وراحوا لضربات الجزاء، وماندي سلكهم الحارس ماندي شد ضربه جزاء، وعلى بالي باللي راح يشدها. كي شتو باللي معول راح يشدها، وليدنا رياض محرز سجل ضربه جزاء رائعه جدا، رائعه نورمال. ضربه جزاء تبدا تقول لي انت ضربه جزاء تبدا تمدح، اسيست تبدا تمدح، بصح الاسيست نبدا نمدح تحب ولا تكره على كل حال. التنقيط تاعو كيما راكم تشوفوا ثاني احسن راجل في المباراه. تقريبا الاول كاع 7.5 شوفوا طوني 7.4، كيسيس 7.5، ورياض محرز 7.5، وايبانيز 7.3. رجل المباراه ماندي 7، يعني كاين 3 لاعبين 7.5، ورياض محرز منهم كاين 3 رجل المباراه على حساب السوفا سكور. هكذا ولا لا؟ شوفوا يا خوتي، نتكلموا اولا على رياض محرز. الاداء تاعو اليوم والتتويج تاعو المهم جدا جدا جدا. اولا نبدا باش ندخلوا في التفاصيل، لازم نتكلم على المنقذ رياض محرز. كاين بزاف قلت لكم اللي ما يعجبهمش لان ما يحبوش رياض محرز، ولا قال لك كانوا خاسرين دواء، هكذا ولا لا؟ كانوا خاسرين دواء، صح ولا لا؟ دار ركنيه في الدقيقه 89 وتسجل عن يعني اساس الايبانيز، وسجل الايبانيز الهدف اللي خلاهم يروحوا لضربات الجزاء. وبفضل ضربات الجزاء زاد سجل في ضربه الجزاء وربحوا الكاس السوبر هذه. كل شيء مبروك. ما تقول لي ايش عندك ركنيه اساس؟ نو. نقول لك تقول لي رماها في الباكيت طلع معاها ايبانيز وماركها. نقول لك نو. نقول لك لي انت يا ما على بالكش، وممكن ما راكش تتبع في الدوري السعودي، وممكن ما كنتش تتبع دوري ابطال اسيا اللي توج بها رياض محرز العام اللي فات، اللي كان كما نقولوا احسن واحد صانع في الاهداف، اكثر واحد صانع في الاهداف وحطم رقم قياسي، صح ولا لا؟ الركنيات تاعو لي من كانوا يروحوا اغلبيه الايبانيز ولا لا؟ يعني رياض محرز كي دار ما رماش في الباكي وطلع معها ايبانيز وضرب اللي يطلع اللي قاسها هذيك هي نو. يعني رياض محرز في الدقيقه 89 كان مركز على ايبانيز باش يحطها له في راسو، باش ايبانيز يسجل هدف وباش يتعادلوا، صح ولا لا؟ رياض محرز الركنيات تاعو كثار واغلبيتهم الايبانيز، يعني هو مدها الايبانيز عمدا. يعني تمريره رياض محرز حاسمه ثابته الى ايبانيز وحطها له في راسه، وهاك سجل ورجعوا في النتيجه.
يعني رياض محرز انقذهم في الدقائق الاخيره. ايبانيز طلع في السماء ودخلها، رياض محرز هو اللي وصلها من المسافه هذيك من الركنيه حتى لعند ايبانيز. وايبانيز ما يراطيش، اذا طلعوا قبلها ما يراطيهاش. هذا ولا لا لا؟ يعني وليدنا رياض محرز انقذ الفريق تاعو في الدقائق الاخيره ووصلهم الى ضربه الجزاء وسجل الهدف تاعو. وانا خفت كي شد ضربه الجزاء يا خوتي، اقسم بالله درت لهم التصويره، قلت لهم ما رانيش حايب نشوفها. ومن بعد شفتها على كل حال، سجلها الحمد لله يا ربي. كل شيء مبروك لوليدنا رياض محرز. هنا نبداو نحكوا على التتويجات تاع رياض محرز. نجيو نحكوا على الاهلي يا خوتي كان في الدرجه الثانيه، صح ولا لا؟ ما رانيش نقول رياض محرز وحده الفارق كامل، ولكن رياض محرز ذلك عنده فضل كبير يعني. كنقول لكم في دوري ابطال اسيا العام اللي فات اللي كان حطم رقم قياسي تاع في التاريخ تاع البطوله تاع اسيا هذه، من اكثر اللاعبين مساهمه في الاهداف. وفي النادي تاعو راهو يسموه كما نقولوا هو الملك الاسيستات تقريبا هكذا. في مباراه مغلوقه مزيره في الدقائق الاخرانيين كما المباراه تاع اليوم، يمد لك اسيس يحطها لك في راسك ويقول لك ماركي يرجعك في النتيجه. شفناها ضد نيجيريا، يعني مريض محرز صاحب الدقائق الاخيره، شفناها ضد نيجيريا في كاس افريقيا في الدومي فينال. في الدقائق الاخيره كره ثابته يسلكك، رياض محرز كره ثابته يسلكك. على هذه اللي رياض محرز ما تقدرش تستغنى عنه. فرانا نقول انه في الاهلي هذايا اللي كان في الدرجه الثانيه ما تنساوش، اطلع مع بعض اللاعبين وزيد معهم رياض محرز، فازوا مباشره اول مره في تاريخ هذا النادي توج بدوري ابطال اسيا، صح ولا لا لا؟ وزادوا راهم ثاني مره في التاريخ تاع النادي هذه توجوا بكاس السوبر هذه في حضور وليدنا رياض محرز. واش ما عندنا ان وليدنا رياض محرز اينما حل ورحل يتوج بالالقاب. هذه حطها مليح في راسك، تكره تحب هذه هي. تبقى خروطو وهذاك الله يسهل عليك، على بالي بلي خروطو عمرك لا تستعرف. رياض محرز دخل المنتخب الوطني الجزائري توج بلقب افريقيا، وكان عنده فضل مع اللاعبين والمدرب كامل على كل حال، ولكن كان عنده فضل في النصف النهائي في الدقائق الاخيره اللي حطها في الجول. هكذا ولا لا لا؟ راح ليستر سيتي اللي جامي ربحت البطوله، وراح لعندهم وهما في الدرجه الثانيه ولعب معاهم، طلعوا للدرجه الاولى وجاب لهم اللقب اللي عمرهم ما كانوا يحلموا به، وطلع احسن لاعب في انجلترا. راك شايف؟ زاد راح لمانشستر سيتي ربحوا القاب، وربح هو معهم عده القاب، وزاد داو الشامبيونز ليغ مانشستر سيتي اللي عمرهم في تاريخهم يداو الشامبيونز ليغ. راك شايف؟ وزاد راح للاهلي السعودي اللي كان في الدرجه الثانيه، طلع في هذاك الموسم جابوا رياض محرز وجابوا بعض اللاعبين، جاب لهم هذه نقولها، هو جاب لهم لان كان احسن لاعب صانع العاب في الدوره وفي البطوله وفي تاريخ البطوله، مساهم في 17 هدف بين اسيستات واهداف. جاب لهم دوري ابطال اسيا اللي النادي من اللي خلق جامي داها، راكم شايفين. وهذا الموسم راهو زاد جاب لهم كاس السوبر. يعني وليدنا اينما رحل وحل جاب الالقاب، الله يبارك. وهذا على انا نتكلم هذا الكلام لان هذا ممكن يطلع، لان على بالك دا السوبر دا شامبيونز ليغ وزاد دا السوبر هذه راح يجي ان شاء الله اللي ما بقاتلناش، قلت لكم 10 ايام يبدا التربص، راح يجي عندنا زوج مباراتين لازم نفوزوا بهم في تصفيه كاس العالم باش نزيدوا نقربوا باك كبيره جدا للتاهل الى المونديال. يعني بهذا التاج هذا يا رياض محرز راح يجي المباراه طالع، راح يجي بلقب، يعني جاي بلقب وجاي باش يلعب مباريات مهمه جدا تاع تصفيه، يجي بروح المنافسه، بروح التتويجات، بروح هذيك الروح مليحه في اللي تعاون المنتخب الوطني الجزائري. هذا واش نقدر نحكي على رياض محرز. عندنا مباراه ان شاء الله العشيه جواها 6 بتوقيت الجزائر، نحط لكم الرابط في المنتدى. على كل حال الجزائر ضد السودان، اللي يتاهل يروح للنصف النهائي. ونتمنى مباراه ما راهي سهله يا خوتي. نتمنى انه اللاعبين المحليين بعد الانتقادات اللي راهم يتلقاوها في بعض البلاطوات وراهم يثيروا عليهم سومبيتي كي هما كي المنتخب كي بوقرا، نتمنى اللاعبين على الاقل تكون عندهم هذيك الجرينطه، لان على بالك باللي اللعب وتزيد لها الجرينطه هذيك تاع ما نخسرش ولازم نتاهل وكذا، هذيك راح تعطي لهم دافع اكبر. نتمنى من اللاعبين يديروا القلب لان بوقرا دار فيهم ثقه وعيط لهم. وثاني الانتقادات اللي راهم يتلقاو فيها على الاقل شيء يفوزوا بالمباراه تاع اليوم
ويروحوا للنصف النهائي. مباراه راح كيما نقولوا اللي راح يكون فيها وسط الميدان هو اللي راح يسيطر، اللي يكون حكم وسط الميدان يقدر هو اللي يفوز بالنتيجه اليوم. وثاني كيما نقولوا الفيزيك، كيما نقولوا القوه الجسمانيه تاعهم اسكر منهكين ولا لا شكون ينهك الاول هو اللي راح يخسر. يعني اللي يكون اليوم بدنيا مليح هو اللي راح يفوز، لان راح تكون مباراه بدنيه فيها تعب كبير وراح تكون مزيره، ما راح تكون فيها اهداف كثيره، الا اذا ما راح تكون فيها اهداف كثيره راح تكون مباراه دقه راح تلعب على كيفاش يقول لك، تلعب على امور دقيقه، على معطيات دقيقه. يعني كيما شفنا المباراه تاع اليوم على معطيات دقيقه، يعني بيت رجعوا عليهم، بيناتي رجعوا عليهم، بيت عاودوا رجعوا عليهم بركنيه. يعني امور دقيقه تحسم لك المباراه تاع شي فايز بلقب. يعني بوغر يدقق على هذه الامور، سورتو الكرات الثابته، ويركزوا على تسجيل الاهداف. هذا ما كان تسجيل الاهداف مهم جدا، يعني ما يضيعوش الفرص، لان تضيع وتضيع 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 الخصم يقدر يخدعك. ونتمنى انهم ما يقعدوش غير هما مسيطرين مسيطرين مسيطرين، لان السودان لو كان يديروا لك مرتده يقدروا يسجلوا عليك. يعني حاول كيفاش يقسموا اللعب باش يقسموا التعب تاعهم. هذا ما كان، هذا واش نقدر نقول في هذا الفيديو خاوتي. ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.